في عز شهر رمضان المبارك اهتزت مدينة المحمدية أمس عصر الخميس على واقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة على يد زوجها في الشارع العام في حادث خلف صدمة كبيرة في صفوف الساكنة. وأما عن التفاصيل الدقيقة للخبر، استيقظت ساكنة درب مكناس بمدينة المحمدية صباح يوم الخميس على واقع جريمة قتل مأساوية بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته في حادثة صادمة هزت الحي وخلفت حالة من الذهول والحزن في صفوف السكان. وحسب المعطيات الأولية المتداولة بعين المكان، فإن الزوج قام بالاعتداء على زوجته حيث وجه لها طعنات على مستوى العنق والبطن، ما أدى إلى وفاتها في ظروف مأساوية. وقد استنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان فور إشعارها بالحادث، حيث باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الجريمة وتحديد أسبابها الحقيقية. كما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في وقت فتحت فيه المصالح المختصة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة من أجل الوقوف على كافة تفاصيل هذه الواقعة التي خلفت صدمة كبيرة وسط الجيران وساكنة الحي، وخلفت هذه الجريمة حالة من الاستنكار والاستياء في صفوف المواطنين الذين عبروا عن حزنهم العميق لهذه الفاجعة الصادمة. رحم الله الضحية وأرزق ذويها جميل الصبر والسلوان والسكينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وجميع محبيها وينتقم من القاتل أشد انتقام إن شاء الله.